noddaɗo o eto hawanda matricule makko ibrahima ɓen ga taway tato aicha nayo mouhammad jowo ƴeego jonno ko matricule o wata sentinirde matricule o alay komo kala e ƴetto matricule mum o alay ko ɗum ifala anditinde o ɗo lannoɗude اللجنة الأولى وقت premier groupe donc ولو يعمل شو تيجي دama يوم كلاس كسر kalau له تبي له اللجنة الأولى ولد قالوا عن نافع قراءة عاصم الكوفي وسيقولوا بولد ده على نفسي نوع ببيت الشيخ محمد ربيع صالح رئيسا الشيخ محمد شريف جيلو عضوا الشيخ إبراهيم الخليل جيلو عضوا على نبت التبع نمرة مترك محمد سعيد جيلو قالوا عن نافع طيب محمد سعيد يلو طيب الحاج رمضان يلو نمرة دي نمرة 3 الحاج سعد باري قال عن نافع نمرة 4 محمد يلو رد عاصم الكوفي نمرة 6 عثمان يلو رد عاصم الكوفي نمرة 6 الفا عمر بار قراءة عاصم الكوفي 7 إبراهيم با قراءة عاصم الكوفي 8 كم فاضل باري قراءة عاصم الكوفي 9 عبد الرحمن با قراءة عاصم الكوفي 9 personnes اللجنة الثانية نمرة 10 علي با إنه يقول ده وسيقولوا علي با محمد بشري جالو 12 أحمد تجان لي 13 عبد الرحمن لي عبد الرحيم لي 14 الحسن لي 15 محمد مكة با 16 الحاج جعفر جالو 17 محمد سنسيبا 18 عبد الله فلا جالو 19 حنبلي جالو اللجنة الثالثة بنتقو طارة يسوع عنده بيونا بيوم ديرو 20 محمد صالح بالي 21 عبد القادر جالو 22 إبراهيم فوفانا 23 أحمد بيدو جالو أحمد بيدو جالو 23 24 إبراهيم علي 25 سليمان بالي 26 ألفا عمر جالو 27 الحسن سال 28 محمد رمضان با 29 كابن مهدي سو اللجنة الرابعة انتم وصلنا له 30 كابن موسى جابلو 31 كابن محمد باري 32 عبد الرحمن باري 33 رحمة الله باري 34 إبراهيم باري 35 جمال Diallo 36 Habibat Diallo 37 Khadijat Diallo
38 Abdurrahman Bari, 39 Aisha Diallo. اللجنة الخامسة بين قضاء ومدة 40 Abu Bakar Diallo, 41 Al-Hasan So, 42 Ibrahim Ba, 43 Muhammad Diallo, 44 Muhammad Ramadan Tunde, 45 Ken Nasar Diallo, 46 Al-Hussein Jagide. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا مشايخ. نرحب بكم في جلستنا هذه وهي اختبار لنيل الشهادة في مركز نور القرآن. فكما تعودنا إن شاء الله قسمنا المحاورة كلها إلى لجان حتى نغطي وقتا قليلا إن شاء الله. فهناك تقريبا 10 لجان، وإن شاء الله سأتلو هنا أسماء اللجان، لأن كل لجنة ستكون فيه 3 محكمين، وقد وزعناها في المسجد تحت هنا والفوق. إن شاء الله اللجنة الأولى ستكون في القراءات، وهي مع الشيخ محمد رفيع صالح رئيسا، الشيخ محمد شريف جلو عضوا، الشيخ إبراهيم خليل جلو عضوا، ولديهم 9 يعني متسابقين أو محتملين إن شاء الله، وسيكونون هنا تحت هنا. اللجنة الثانية الشيخ محمد أبو بكر جلو رئيسا، والشيخ كريم رمضان عضوا، والشيخ الدكتور محمد مبنى عضوا. وهذه اللجنة أيضا في القراءات، وهؤلاء أيضا سيكونون تحت هنا، ولديهم تقريبا 10 مختبرين إن شاء الله. اللجنة الثالثة الشيخ محمد شرف الدين كمارة رئيسا، والشيخ محمد مدان لي، والشيخ القاسم باع عضوا. وهذا هذه اللجنة وكل اللجان التي تأتي في رواية حفص عن عاصم، وهذه اللجنة أيضا ستكون تحت هنا. واللجنة الرابعة برئاسة الشيخ عبد السلام جوني، ويكون معه الشيخ محمد جلو عضوا، والشيخ ألبا عمر سو عضوا، لحفص السلام رئيسا، الشيخ والشيخ محمد جان بلدي عضوا.
واللجنة التاسعة الشيخ أحمد بوكم رئيسا، الشيخ محمد بويبا عضوا، الشيخ حامد فريد عضوا. واللجنة العاشرة والأخيرة الشيخ محمود بلجي رئيسا، الشيخ أحمد مختار بلجي عضوا، الشيخ إبراهيم بريد عضوا. هذه اللجان الخمسة الأخيرة ستكون في فوق إن شاء الله. وقد وزعنا لكم تعليمات حول التقييم، وإن شاء الله إذا كان فيه أي استفسار سيتكفل الشيخ محمد أبو بكر جلو لاستيلاء ما يكون يعني فيه غموض إن شاء الله. وإذا انتهينا من هذه الفقرة سندخل مباشرة، وقد قسمنا التلاميذ الذين سيكونون تحت هنا والذين سيكونون في الأعلى قد أرسلوا هناك إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن إلى الشيخ محمد أبو بكر، إذا كان هناك أي استفسارات أو أي شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في البداية أرحب بجميع المشايخ الذين تواجدوا معنا في هذه البقعة الميمونة لمشاركتنا في اتباع هؤلاء الرتبة من الطلاب لاستلام هذه الشهادة. وكما تفضل الشيخ محمد الباع وبين لنا ووضح جميع التعليمات التي سنسري عليها إن شاء الله، ولن يدخل لنا إن شاء الله إلى البداية. وإذا كان هناك استفسار كما أن معنا بعض المشايخ ربما جزء في هذا الأمر، إذا كان لديهم استفسار ممكن أن يتفضلوا به قبل أن نبدأ. وننبه الجميع على التركيز حتى يكون المعيار معيارا واحدا، معيار التقييم يكون واحدا إن شاء الله. إن شاء الله خاصة ما يتعلق بالتلفون في الهواتف، نرجو من الجميع إغلاق الهواتف أثناء العمل حتى لا يكون هناك تشويش. فإذا كان لديك اتصال اصبر حتى ننتهي من العمل، بعدين إن شاء الله تتصل فتعامل الاتصال. هذا ما سننبهه أولا. وإن شاء الله شيخ ربيع لديه استفسار للتفضل. طيب عندي استفسارات. نعم تفضل شيخ. الأول إذا كان قد أخطأ في الحفظ، إذا كان الطالب قد أخطأ في الحفظ ثم أخذ علامة ثم نحن فتحنا عليه، هنا نضيف إكس جديد أم على العلامة نجعلها إكسا هي عادة كنا نعمل حتى يكون هنا حتى يكون عند البعض لبس في هذا، يعني تكون العلامة الأولى هكذا. أيوة. ثم إذا فتحنا عليه يكون عليه هي نزيد عليه درجة كاملة، الآن يكون درجة وليس. هذا ما قصد. حصلنا عليه درجة وليس عندما نبدأ عليه. إذا يكون إكس جديد. لا علاقة له بالعلامة. أيوة. أنت تضيف هذا الإكس نعم. على سبق المائدة هذه الذي يدل على التأمين. السؤال الثاني. شيخ الآن لك شاركت في الاختبار المالي. هذا سؤال للعقل يعني. كان حدث هناك نفس في هذه النقطة. السؤال الثاني بالنسبة إذا أخطأ في تغيير حروف وحركات ولم ينتظم في الوجود وهذا ووقف وكذا، لا نناقش الطالب في هذا، لا نضيع الوقت، يحسم عليه أو يعاد عليه خطأ دون مناقشة. أيوة. لأننا لسنا في مقام تعليم يعني. هذا ربما أنا كنت أفهم هذا خطأ أيضا، فهذه معلومة أيضا لي وللإخوان. عندما يلعب المرض يعني أنت بتقول لي لأن هذا سيكون هو في كل لازم ولا يدرج كاملة. نعم. أيوة، لأن هذا خطأ جلي. نعم. وعندما يغير أي تغيير يؤدي إلى تغيير المعنى كليا يؤدي جليا. نعم. هذا لازم ولا يدرج كاملة. جزاكم الله خير. مناقشة لا تناقش. لا ما في تنبيه ولا في مناقشة. نعم. جزاكم الله خير. هذا بارك الله فيك. شيخ محمد تغيير الحركة مكتوب هنا ولا فتح في ذلك. ولا فتح في ذلك.
في ذلك. يعني تعد الخطأ. أنت لا تناقشه، لا تفتح عليه، تقول له اقرأ عنك، لا تسكت عليه، بس تأخذ بالهداية. يعني ليس عليه فتح، لا يفتح ولا يزيد، ولكن الدرجة نفسها يعني مثابة. يحسب علي الخطأ دون نقاش. هذا يفسد المعنى أحيانا. شيخ محمود قال يعني كثير كثيرة نفس المعيار الذي قمنا عند الشيخ الجابر هنا، نفس هذا المعيار تطبق. طيب. باختصار. طيب. باختصار يا مشايخ. نفس المعيار. طيب إذا هذا جميل الإجابة. هذا يعني خلاص محمود شيخ محمود. طيب إذا كانت الاستفسار انتهت لأن نعم. إذا كان مطبق نفس المعيار الذي طبقنا عند الشيخ فقد فتحنا لمن ترك حركة أو غير. إذا كنا نطبق مثل ما طبقنا هنا نغير نفتح عليه الحركة الصحيحة ثم يمر. إذا فعلنا هكذا في البداية. لا بين الفتح والحسم. لا نفتح عليه الحركة الصحيحة ثم ننقص هكذا طبقناه. ماذا؟ يعني في هنا أنا فهمت السؤال. إذا عندما يقرأ مثلا يقرأ الليلة خاء مثلا. لا الحركة مثلا إذا جاء نصر الله. إذا جاء نصر الله. نعم. لا يمكن أن مشكلة في خطأ. خلاص ما فيش هذا سامي. لا هذا لا يمكن مع هذا. لا يفتح. كذلك الرب للأرض في هذه المعنى. صار الغاء قيدا هذا يقسم عليه ما في مشكلة. لا يصح عليه. إذا قال خير المفروض مثلا يحسب علي الخطأ دون نقاش. ويصح. هذا في الأداء. هذا شيء شيخ محمود ينبه يقول هذا في الأداء. شيخ محمود لو أن واحد مثلا أفضل الخاء وقرأ غيره هذا أفضل الأداء ما قرأ لا يصح. هذا ينبه ويصح. إذا تذكر وقرأ جيدا فبها وإلا يقرأ له صحيحا. وهذا خلاف ما كتب هنا. خلاص الآن فهمنا المقصود. نتعامل بالمقصود يعني. أيوة إن شاء الله. طيب إذا قبل أن ننهي هذه الفقرة نذكركم بأن الشيخ عمر بني كان المفروض أن يكون معنا لكنه مشوار هام فاستأذن لذلك لم يكن معنا في هذه المرة. وقبل أن ننهي هذه الفقرة نودي الشيخ شرف الدين كمرة إذا كان له كلمتين يضيفها ثم ننصرف إلى الأعلى مباشرة. أوكي؟ طيب الشيخ وسع لنا فلا أدري هل بقي شيء؟ دكتور ما جاء. لا لم يأتي. اعتذر قواعد وكذلك الشيخ الدكتور سيدا اعتذر. فالآن كل واحد يعرف لجنة ومكان يعني فلننصرف إن شاء الله على بركة الله إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى للجميع الموفقين. آمين يا رب. موفقون إن شاء الله. أنا معكم حتى نعم شيخ نعم. اللجنة الرابعة
Usasarikana huna إذا نصلح له الذي Muhammad Salu Bari, nuka? Muhammad Salu Bari. Ombo. Ini pet. Fala mandi desid om. Abdul Qadir Jallo. Abdurrahim Fofana. Ahmad Baillo. Ko Baillo. Windi do Balilo. Balilo ka ko Baillo. Baillo ka. Ibrahim Ali. Sulaiman Bari, Alfa Umar Jallo, Al Hassan Sal, Muhammad Ramadan Ba, Kerna Mahdi So, Ghaib, Kerna Mahdi So, Ghaib, خلاص. الله معكم ها. Ibrahim Bali. Bali. Ibrahim Bali nada. Bali. Ibrahim Bali ala gadi. Mau di Ibrahim. Jangan awak. Terus. طيب الآن نبدأ الآن نتأخر هذه الأسماء الأوراق أوراق بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ينتظرون إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقرب للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون
تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. محمد صالح بن حفص ايه؟ ما في خوف ها؟ تعالوا تبقى فوق معه جنب ماشي تعالوا تعدوا جوتي سنة 30 كلنا بشر لسنا ملائكة ولا جان جزء مولا الآن مع المتسابق محمد صالح بري ابدأ بقوله تعالى في سورة آل عمران بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم إن الله والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. السؤال الثاني ابدأ من قوله تعالى في سورة الأعراف فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه
وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائره عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فاستقمنا منهم فلما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى فلما كشفنا عن فلما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الضر إلى أجل فلما كشفنا عنهم الرجز فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. السؤال الثالث في سورة هود من قوله تعالى قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بذلك
وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من ربي وما أوتيتم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي ثم لا تجد لك به علينا نصيرا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. السؤال الرابع أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا من وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا قال إذا جاء أجلهم كان أول هذا المقال الأشهر من هذا أما التسليم يقول أن تبدأ.
ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد السؤال الأول أربعة أشهر وعشرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير.
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم واحذروا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. السؤال الثاني في سورة سورة التوبة ده من قوله تعالى ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نعم. السؤال الثالث ابدأ من قوله تعالى في سورة الحجر قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين.
قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن يسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم. السؤال الرابع ابدأ من قوله تعالى في سورة الشعراء أو النمل أو الشعراء إن هذا إلا خلق الأولين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية
وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. السؤال الخامس سورة الروم، قوله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. السؤال السادس والأخير: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينان نضاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان عليكم السلام. المتسابق إبراهيم فوفانا. إبراهيم فوفانا. واحد فوفانا عندنا ما يفهم بعدين ولا سوس كله كلام في مركزكم؟ لا ايش هذا؟ وانا وهو بكرتي حفص ها؟ كلها حفص رهيب وشغال نعم يرفع صوته قريبا يد تنجلي اول عصر طيب نبدا من قوله تعالى في سورة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين
قد خلت من قبلكم سنن فسيحوا في الأرض قد خلت من قبلكم سنن وسيحوا في قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. طيب الآن مع سورة التوبة من قوله تعالى لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد صدق قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد صدق قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. السؤال الثالث بدأ من قوله تعالى في سورة من السور العظيمة في سورة الإسراء قوله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك إلا وكيلا. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك إلا بشرا أرسلناك عليهم وكيلا. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك
وما أرسلناك عليهم وكيلا وما أرسلناك عليهم وكيلا وما أرسلناك عليهم وكيلا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه وربك أعلم بمن في السماوات وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إلى ربهم الوسيلة إلى ربهم الوسيلة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. السؤال الرابع من قوله تعالى ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت ولا اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. السؤال الخامس
من عنده علم قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم
وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام حليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا يوم أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار
ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. السؤال الثاني قوله تعالى في سورة الأنعام: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. قالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفحا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان مشتبها متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. السؤال الثالث يبدأ من قوله تعالى في سورة الرعد: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. الخامس قوله تعالى في سورة الفاتحة: وقال فرعون اقتلوا موسى وليدع ربه. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي
ربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين.
قرأ من قوله تعالى السؤال الثالث سورة الرعد فمن يعلم أنما أنزل إليك تكرر قرأ من قوله تعالى في سورة الحجر ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. قرأ من قوله تعالى في سورة الأنبياء تعالى ما إلى سورة هيهات هيهات لما توعدون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين قال رب
هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين قال رب إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث وبعدا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث وبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. السؤال الخامس اقرأ قوله تعالى سورة الأحزاب ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات أعد الله والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. السؤال الأخير سورة المرسلات ألم نخلقكم من ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب لا ظليل ولا يغني من اللهب لا ظليل ولا يغني من اللهب مرة ثانية لا ظليل ولا يغني من اللهب. لا ظليل ولا يغني ولا يغني لا ظليل وين لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون
وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. سنجزي الشاكرين. اقرأ سورة التوبة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. توبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا